بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخ لمة صحاب فود. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نعمل طريقة كيكة العسل الروسية الأصلية، بالمقادير المظبوطة جدا، بالجمال ده تطلع معانا، بالجمال ده، بسم الله ما شاء الله، رائعة، تحفة، نتيجة هايلة. مقادير مظبوطة كويس جدا. لو هتمشي على المقادير امشي على المقادير بحذافيرها، هتطلعيها ممتازة، طلعيها زي لان احنا بناكلها من بره. يعني احنا بناكلها من بره القطعة، يعني دون ذكر اسماء، القطعة ب30 جنيه، قطعة صغيرة ب30 جنيه، دي كانت زمان، مش عارفة دلوقتي ممكن تكون اغلى. فهي تكلفتها مش كده، بس هي فيها شوية تركات كده، يعني شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تطلعيها مظبوطة كويس جدا. ممكن تحسيها متعبة بس بل بالعكس هي سهلة جدا. نروح المقادير بسرعة. معايا 3 بيضة، معايا 3 باكت فانيليا، معايا هنا كوباية زبدة درجة حرارة الغرفة، معايا هنا كوباية سكر، معايا معلقة ونص صغيرة بيكنج صودا، لو ما عندكيش بيكنج صودا يبقى بيكنج باودر، معايا تلت كوباية عسل نحل، رشة ملح على ومعايا هنا دقيق 500 جرام دقيق حطينا عليها رشة ملح، يعني معلقة صغيرة ملح. تمام، انا بعيد لك المقادير، مقاديرك اهي مظبوطة مفيهاش اي حاجة خالص. جبنا حلة على البوتاجاز تكون عميقة، دوبنا فيها الزبدة، هندوب فيها الزبدة كويس، نقعد نقلب، وبعد كده ننزل بكوباية السكر، سكر عادي. هندوب السكر مع الزبدة، عايزين نوصل للخطوة دي لكرملة السكر مع الزبدة مع العسل. تمام، بدأت ان انا اقلب. كان المفروض، بس انا نسيت، كان المفروض لما توصل لدرجة الغليان هنا هنبدأ ان احنا نحط البيكنج صودا، بس هنا كان انا نسيت ان انا احط العسل قبل البيكنج صودا، فمفيش اي مشكلة، برضو هحطه وهبدأ ان انا اقلب. تمام كده، يبقى السكر مع العسل مع البيكنج صودا. ما عندكيش بيكنج صودا استبدليه ببيكنج باودر، بس يستحسن بيكنج صودا. هنا كنت نسيت العسل فنزلت بيه، مفيش اي مشكلة، هبدأ ان انا اقلب، هيتكرمل كله مع بعض. اهم حاجة في الخطوة دي السكر يدوب معاكي كويس جدا. بصي ما شاء الله وصلت، هو ده القوام. انا هشيله بقى من على او هطفي عليه النار وابدا ان انا اقلب عشان ما يتحرقش مني او يديني بيبقى لما يتحرق الكرمله على البوتاجاز بتديني بتبقى مره كده، ما بتبقاش حلوه. فانا خلاص شلته من على البوتاجاز، هبدا ان انا اقلب عشان القوام اوصل للقوام المظبوط. يعني ما شاء الله تحفة. شايفة انتي القوام بتاعه سهل قوي، مفيش اي حاجة صعبة لغاية دلوقتي خالص. بصي ما شاء الله، هو ده القوام اللي انا عايزاه، الكريمي، قوام الكرملة اللي انا عايزاه اللي هو الكريمي. بس كده هسيبه لغاية ما يبرد، لغاية ما يبدأ يبرد، وانا انزل بقى بالبيض في الهاند ميكسر بتاعك، او مضرب، او المضرب اليدوي، مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ ان انا انزل بقى بيضة بيضة، بس لازم اكون اتاكد ان هو خلاص برد عشان البيض ما يستويش معايا. هبدا انزل بالدقيق بالتدريج، تدريجيا. تمام، هنزل واحده واحده بالدقيق، هي شويه بهدل الدنيا. بصي هو ده القوام اللي انا عايزاه، اهو طري، بس ما بيلزقش في الايد عشان اعرف افرده كويس. خلاص سيبناه يرتاح شويه في التلاجة 10 دقايق، وهبدا ان انا اعمل كور على ورق زبده. الورقه الزبده اللي انا هفرد عليها الطبقه بتاعتي هي دي اللي هدخلها الفرن، عشان ما تبقاش صعبه معاكي في ان انتي تشيليها او تطلعيها. عندك اي دايره، اي غطا، اي حاجه قيسي عليه. ده كانت دايره اللي هي الصواني اللي بتاعت التشيز كيك، فانا قطعت بيها، دي مقاس 26، لان دي انا كنت عايزه اعملها 26. بدات ان انا اخرم عشان انا حاطه بيكنج صودا، فانا مش عايزه الكيك يعلى معايا، فببدا ان انا اخرمه زي ما هو كده، هحطه على صينيه، وهبدا ان انا احطه في الفرن على درجه حراره 200 مسبقا 10 دقائق فقط لا غير. انا مش عايزه اكتر، التسويه 10 دقائق بس. تمام، هو اول ما بيطلع من الفرن على ما بياخد هوا شويه بينشف لوحده. ما شاء الله الريحة كانت تجنن، حلوة قوي. هو مزيج من عجينة الميلفي على البسكويت، شوية بسكويت الزبدة، فالريحة تجنن، حلوة قوي.
الطبقة أنا كنت عايزاها بالسمك ده. هنروح بقى لمقادير الكريمة. عندي كوباية هنا كريم شانتيه خام، عليهم 2 معلقة باستري كريم، ومعايا هنا 400 جرام زبادي يوناني. لو مش عندك زبادي يوناني ممكن تستخدمي اللي هو الزبادي، بس اتأكدي ان ما فيهوش مية، زبادي عادي. تمام. عندي كوباية سكر، سكر بودرة. هنزل بالمقادير كلها، ومعايا فانيليا. هنزل بالمقادير كلها، السكر البودرة مع الزبادي اليوناني مع الفانيليا مع الكريم شانتيه وكوباية لبن، كل ده يكون ساقع. تمام. مقادير الكريمة سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة صعبة. نزلنا بالمكونات كلها، وهبدأ ان انا اضربهم كويس لغاية ما اوريكي القوام اللي انا عايزاه. تمام. يبقى قلنا مقادير الكريمة: كوب كريم شانتيه، كوب لبن مثلج، فانيليا، 400 جرام زبادي يوناني، وكوباية لبن متلج. لو عايزة انتي اكتر مثلا القوام مثلا ماسك معاكي، زودي اللبن. بصي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. جبت القالب بتاعي اللي هو قالب ان انا عايزاهم يطلعوا كلهم متساويين، فجبت القالب ده عندي اللي هو الدايرة ده، فبدأت ان انا احط من تحت طبقة اسند بيها، وبدأت ان انا احط. بصي ما شاء الله، بصي ما شاء الله، ال الاشكال بتاعتي او الرقاب بتاعتي طلعت ممتازة. هبدأ ان انا اجيب القالب ده، هعمله نفس المقاس بتاع ال- القالب بتاعي، نفس مقاس البسكويت بتاعي، نفس الدايرة. وهبدأ ان انا اسقي البسكويت عندي باللبن يتشرب شوية عشان يبقى طري معايا شوية. وهبدأ ان انا طبقة ورا التانية واحط الكريمة بتاعتي. هبدأ ان انا احط الكريمة وافردها كويس. هو القالب ده هيخلي لي الكريمة متساوية، هيخلي لي القوالب معايا متساوية جدا، الرقاب بتاعتي هتبقى متساوية جدا. هبدأ ان انا افرد الكريمة كويس. تمام. هي كيكة العسل الروسية مش بتتاكل في يوميها خالص، من المستحيل تاني يوم. يعني ممكن تعدي 12 ساعة او يستحسن 15 ساعة في التلاجة، وبعد كده ابدأي استعمليها عشان تعرفي تقطعيها معاكي وتبقى الكريمة تماسكت معايا. تمام. خلاص بدأت ان انا افرد الكريمة بتاعتي، وهبدأ ان انا احط الطبقة التانية، وبرضو اسقيها باللبن من غير، احنا مش هنسكره، لان اوريدي عندنا البسكويت بتاعنا هو فيه سكر وفيه عسل، فاحنا مش عايزين نسكر اللبن بتاعنا. هبدأ ان انا احط برضو طبقة الكريمة التانية. هو انا عملت هنا يعني في حدود 7 طبقات من البسكويت. تمام. باقي كان هما 8 طبقات تقريبا، مش متذكرة، كان باقي 8 طبقات على حسب الطبقات اللي انتي عايزاها. كان باقي طبقة كده مكسرة، فأنا عملتها في الكبة، طحنتها كويس عشان أزين بيها. اوريكي أزين بيها ازاي، دي آخر طبقة عندي. هبدأ بقى ان انا احط الكريمة بتاعتي وافرد، وهفردها بقى. تفرديها كويس، نضفي حواليكي. ما شاء الله الريحة كانت تجنن، يعني قلب الدنيا، كأنك بتعملي بيتي فور بسكويت زبدة قريبة، نفس ريحة المخبوزات دي. بس زائد بقى ان انتي مكرملة الدنيا كده ومخلية الدنيا عسل كده والريحة تجنن. هبدأ ان انا بقى احط اخر طبقة بقى افرد بقى كويس ساوي. مش شرط ان انتي تطلعيها يعني البيرفكت ان هي تكون متسوية من الوش، لا خالص. انا هوريكي ليه. احنا لسه هنزين الاحرف بتاعتها، ولسه هنحط من فوق، يعني احنا هنداري كل ده. تمام. في التلاجة بالظبط قبل ما تستخدميها، في التلاجة انا برضو استعجلت عليها كالعادة. في التلاجة لازم تقعد على الاقل 6 ساعات، وبعد كده ابدأي طلعيها وزينيها. بصي بدأت ان انا اشيل القالب بتاعي، وما شاء الله الشكل يجنن. كانت لسه طبعا طرية جدا، انا استعجلت عليها عشان برضو الفيديو عايزة يعني اخلصه. عندي ده الطبقة اللي كانت مكسرة عندي، فطحنتها في الهاند ميكسر، طحنتها في الكبة. وهبدأ ان انا بحرف اي معلقة ابدأ ان انا ازين بيها. هبدأ ان انا احط البسكويت على الجنب كده عشان تبقى زي بالظبط بالظبط اللي احنا بنشتريها من بره. ما شاء الله الشكل رائع، تجنن. حلوة والله بجد يا جماعة. هي غالية جدا بره، مش عايزة اقول لكم بقى بكام، انتوا اسألوا عليها لان انا مش متذكرة هي بكام، بس هي غالية جدا بره. اعمليها وان شاء الله باذن الله، بس امشي على الخطوات بالظبط بالظبط جدا، وامشي على يعني على الخطواتي بالظبط وعلى المقادير بالظبط، ان شاء الله تطلعيها ممتازة. بس بدأت ان انا ازين من الاحرف. تمام.
وما شاء الله الشكل رائع حلو جدا. مش هنكتفي بكده، يعني احنا كان عندنا فاضل شوية كريمة، فانا جبت شوية زبدة لوتس، حطيتها على الكريمة اللي عندي وخفقتهم مع بعض، وهحطها على على الوش الابيض اللي عندي ده. انا عايزة داري عايزة داري الشكل ده. بدأت بقى ان انا احطه بالراحة كده، يعني عشان البسكويت اللي هو اللي احنا عملناه بودرة ده شوية او طحناه ده يمسك في في الكيك كويس. بصي ما شاء الله الجمال، ايه رأيك؟ تحفة طبعا. يعني هسيبلك المنظر شوية، هسيبلك المنظر شوية تشوفيه. بسم الله ما شاء الله، رائع رائع، حلو جدا جدا، بدون اي تكلفة والله يا جماعة خالص، بدون اي تكلفة. يعني تكلفتها ان شاء الله كلها تبقى موجودة عندك ان شاء الله في بيتك، مش هتحتاجي لأي حاجة. ومقاديرها بسيطة جدا. بنص كيلو دقيق عملتي تورتاية رائعة عالمية، وثلاث بيضات، و200 جرام سكر، تلت كوب عسل نحل، وكوباية زبدة، ومعلقة ونص بيكنج صودا. ما عندكيش بيكنج صودا استغني عنها، استعملي بيكنج باودر، مفيش أي مشكلة. كان عندي أنا بقى في الوقت ده الكريمة فاضل بالظبط، يعني في حدود شوية كريمة صغيرين، فقلت أعملهم بزبدة لوتس، وقلبتهم واحطهم على الوش، وأرش برضو شوية بسكويت كده من على الوش، وما شاء الله الشكل رائع إن شاء الله بإذن الله. يا رب يا رب يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبك إن شاء الله، وتنول على إعجابك إن شاء الله بإذن الله. ويعني حفزيني واعملي، ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. وان شاء الله باذن الله انتظريني في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله في لمة صحاب فود. معاكي نشوى. باي باي.